هذه إذاعة إرنا. الفضليات مستمعاتي والأفاضل مستمعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 14 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم استهلالا بنشرة للأخبار. وبمناسبة مرور 5 سنوات على البرنامج العربي لإذاعة أرينا، يسرنا أن نقدم لكم الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد فنجان جبنة. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الذكرى 5 لتأسيس البرنامج العربي بإذاعة أرينا. أوضاع اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا تثير القلق. تصريح الحكومة السودانية باحتمال تسليم البشير للجنائية الدولية يثير جدلا واسعا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس البرنامج العربي لإذاعة أرينا، والذي صادف 14 من فبراير من عام 2014، نقدم لكم الحلقة الأولى من برنامجكم الأسبوعي فنجان جبنة. ونتعاهد معكم خلال برامجنا التي عاهدتموها والبرامج الأخرى لإذاعتنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل أن نقدم لكم دوما كل ما هو جديد على صعيد الأخبار والثقافة والفن، على أمل أن تبقوا معنا دوما كمستمعين ومشاركين. أكد مصدر لإذاعة أرينا من العاصمة الإثيوبية بأن أوضاع اللاجئين الإريتريين تثير القلق، حيث تكدس المئات في مراكز الاستقبال في انتظار نقلهم إلى معسكرات اللاجئين، في ذات الوقت الذي بدأت فيه مفوضيات اللاجئين الإثيوبية باتباع خطوات جديدة في قبول طلبات اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا، حيث أشار المصدر إلى أن المفوضية لم تعد تعمل بالقبول الجماعي للإريتريين، واستبدلته بنظام المعاينة الفردية وتحقيق استحقاق كل لاجئ للقبول بعد النظر في حالته بشكل فردي. وسمحت المفوضية للذين لديهم أقارب في إثيوبيا بالسكن معهم لحين موعد المقابلة للنظر في قضاياهم. وكانت شائعات قد سرت في أوساط الإريتريين بأن إثيوبيا حصرت منح اللجوء فيها على حالات الأفراد الذين يستطيعون إثبات أنهم لاجئين سياسيين فقط. على صعيد آخر، أكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن 2420 لاجئا إريتريا وإريتريا يتواجدون حاليا في جنوب السودان حسب تقريرها لشهر يناير الماضي. وقالت المفوضية بأن 18% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء، ويوجد في أوساطهم أعداد كبيرة من الأطفال. وكان العديد من اللاجئين الإريتريين قد غادروا إثيوبيا إلى كل من كينيا وجنوب السودان بعد تطبيع العلاقات الإريترية الإثيوبية ومطاردة مجموعات من الأمن الإريتري للاجئين الإريتريين بنية اختطافهم ونقلهم إلى أسمرة. بعد التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض السوداني محمد الحسن التعايشي حول إمكانية مثول المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، في تلميح لإمكانية تسليم كل من الرئيس البشير وأحمد هارون والي ولاية دارفور السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أثار ذلك التصريح جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين، حيث أبدت الحركات المسلحة بدارفور عن اعتبار تسليم البشير ورفاقه المطلوبين شرطا أساسيا لتحقيق السلام، فيما صرح التعايشي قائلا أنه لا يمكن تحقيق العدالة ما لم يتم تضميد الجراح. وأضاف قائلا: اتفقنا على مثول كل شخص صدرت مذكرة اعتقال ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من ناحية أخرى اعتبر آخرون بأن تسليم البشير سوف يجر إملاءات أخرى على السودان، خاصة في ظل انعدام المعايير الدولية للعدالة، وفضل البعض أن تتم محاكمته عن الجرائم المذكورة في السودان. ويبلغ الرئيس السوداني المخلوع من العمر 76 عاما، واتهم بجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها حوالي 300 ألف ضحية حسب اتهام المحكمة الجنائية الدولية. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حلول الذكرى الخامسة لتأسيس البرنامج العربي في إذاعة إرينا. أوضاع اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا تثير القلق. تصريح الحكومة السودانية باحتمال تسليم البشير للجنائية الدولية يثير جدلا واسعا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طبعا برنامجكم العربي لإذاعة إرينا بدأ لو تتذكروا في فبراير من سنة 2014، وعلى كده ونحن الآن على أبواب فبراير أو في فبراير نكون قفلنا معاكم 5 سنوات بالتمام والكمال. وتصوروا معاي أنه عندكم طفل في 5 من عمره، طبعا حيكون جميل وواعد ومبشر، وأسنانه بدأت تظهر مصفوفة وجميلة، وملامحه بقت واضحة، يشبه أمه ويمكن يشبه أبوه، ومرات طبعا ينط من الأم ومن الأب ويشبه جده أو جدته. نحن وصلنا معاكم السنة 5، وسعيدين إننا عملنا معاكم اسم وبنينا معاكم جسور مودة ومحبة في خدمة وطننا إريتريا. والمستمعين في الداخل والخارج، وزي ما قلت لكم إنه الطفل في 5 بيكون واعد، وأول حاجة مهمة حتحصل في حياته إنه حيدخل المدرسة في بداية السنة 6 من عمره. ونكون نحن زي الطفل اللي في 5 من العمر، لكن نحن في مدرسة الحياة نتعلم منكم وبكم يا مستمعينا ومستمعاتنا في إريتريا وفي الخارج. فنحن بنمد ايدنا لكم، نشرب معاكم فنجان جبنة، نتعلم منكم ونمشي المشوار مع بعض. وكده وبمناسبة 5 سنوات المديدة والعامرة دي حندخل معاكم في برنامج جديد، والبرنامج زي ما ذكرت لكم حنسميه فنجان جبنة. والجبنة دي معروفة عندكم إنها هي تقليدنا القديم والمميز لبلادنا الطيبة وناس الحلوين. وعندك دايما ولما تصحى في البيت من الصباح وطالع على شغل ولا طالع على مدرسة ولا حتى طالع على دائرة حكومية، عندك الحاج ولا الحاجة الله يطول عمرهم، الواحد لو ما أخذ فنجان جبنة الصباح يكون يومه مهبب زي ما بقولوا أخواننا المصريين. والله يبعد عنكم الشر ويسعد أيامكم. طبعا الحاج ولا الحاجة لو ما أخذ الفنجان بتاع الجبنة في اليوم داك يكون اليوم ده ما محسوب من العمر أصلا. وبرضو نحن الآن ونحن لسه شباب طبعا بنقول الفنجان ده بقى بالنسبة لنا مهم جدا، وأنا متأكد إنه الفنجان ده بالنسبة لكم مش مهم، ده بشكل بداية مشوار اليوم كله. ولو نحن حسبنا إنه فنجانك بتاع الجبنة بيبدأ لك مشوارك، خلينا نبدأ برنامجنا معاكم بإنه نحن ناخد معاكم فنجان نتمنى إنه يكون الفنجان ده لو ما أخدتوه برضو تحسوا إنه في حاجة مفقودة، ونحس إنه نحن محتاجين لبعض دائما في فنجان القهوة ده. هذه إذاعة إرينا. وأنا على ثقة إنكم يا كرام حيثما كنتم فنجان القهوة ده مهم عندكم وعزيز عندكم وغالي، عشان كده عاوزين البرنامج ده كمان يبقى عزيز عليكم ونشرب فيه جبنة مع بعض. وطبعا فنجان القهوة فيه الهيل وفيه الزنجبيل ومعه حاجات تانية. أيوة طبعا زي ما انتوا عارفين يكون في حاجات تانية انتوا كلكم عارفينها، يعني ما تمشي بعيد شوية. قصدي أنا بهارات القهوة،
يعني بهارات القهوة مش هي اللي موجودة جوا الفنجان لكن المحيطة بالفنجان. يعني باختصار الونسة كده بمزاج بحلوها ومرها، والبهارات الماشية طوالي مع فنجان القهوة، والحديث بكل أبعاده اللي انتوا عارفينها والونسة الجميلة. وعشان البهارات والونسة والمزاج المضبوط، نحن في ذات إيرنا نتشرف والله بشكل خاص إنه نشرب معاكم فنجان قهوة الجبن ده، مرة على حسابنا ومرة على حسابكم بالدور كده، يعني لحد ما ربنا يجمع الشمل كده ونشربه في ربوع الوطن الحبيب. وممكن نبدأ نشرب الفنجان ده مع بعض في عصب صغير في دنكاليا هناك جنب المينا حقنا على البحر، والقهاوي المطلة على البحر ونسايم العصر، والناس في انتظار صلاة المغرب وجبنة بمزاج. الوقت داك المساء يبدأ يرفرف علينا والطيور تعود إلى أوكارها، وفي مصوع برضو في مساءات البحر الجميل، أو كمان من مصوع نطلع شوية نجي قندع، ومن قندع نجي لأسمرة حتى، ونمشي أفعبت، ومنها نخفة وغرورة، ونرجع لكرن بقهاويها المعروفة. طبعا كرن بقهاويها وبأسماءها التاريخية مضرب مثل في فنجان القهوة. ومنها نمشي لحقات وينقرنا وغردات، غردات بيسوقة وجنب الجامع الكبير جامع الأرواح، ونمشي أيضا لبارنتو. وقبل ما نصل بارنتو ممكن نتوقف في الطريق، أو نطلع من بارنتو نفسها ونمشي بالطريق الجنوبي ونصل مندفرة ونشرب فيها قهوتنا ونمشي على دقم حريق. المهم إنه فنجان القهوة ده هو فنجان معروف في ربوع وطننا كلها، ونحن في ربوع الوطن ذكرناها والما ذكرناها واللي ما طرأت على بالنا برضو هي في الذاكرة وفي القلب. عشان كده نحن عاوزين نبدأ نشرب معاكم الفنجان ده حيثما كنتم. انتوا لو موجودين الليلة في البلد كويس، أو في خارج البلد، في بورسودان، في كسلة، في الخرطوم، انتوا في ليبيا، انتوا في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في أستراليا البلد البعيدة، ربنا يحفظكم من النيران ومشاكلها. انتوا حتى لو كنتوا هناك نحن عاوزين نتقاسم معاكم فنجان جبنة تقليدي ويذكرنا بالبلد، وناخد فيه راحتنا ونتونس ونشرب فيه القهوة ونحكي حتى عن ما مضى. يعني مثلا واحد بيحب يشرب في تسني القهوة، والقهوة ديك في موسم الخريف لما يكون ريحة الدعاش والبلد والمطر، بتشرب القهوة في مقهى على السوق، ويكون مغطي فنجانك عشان ما يقع فيه الكعوك. والكعوك ده للناس اللي ما بتعرف تسني، خلي ناس تسني يقول لك الكعوك ده شنو. ونكون بتشرب في الجبنة وتكون عينك انت في اللحمة معلقة في العلم زي السارية كده، تكون عاوز تعمل لك قومة على صحن شيء كارب كده. وممكن بعد الصحن بتاع القهوة والمعاه الفول المصلح تشرب لك فنجان قهوة يقوم يرتب لك الرصة اللي انت عملتها قبل كده. ده نحن بنعرفه في تسني، وبنعرفه في أغردات، وبنعرفه في مدن تانية من مدننا الحبيبة في كل أنحاء إريتريا في الخارج وفي الداخل، إنه قهوتنا دائما طيبة بطيبة أهلها، طيبة بطيبة إنه نحن بنجتمع فيها، طيبة بطيبة إنه نحن بنتشارك فيها الهم وبنتقاسم فيها الحلو والمر. وغالبا نحن ما بنخزن قهوتنا دي لنتشاور فيها ونقول فيها الكلام المهم والكلام الحلو. وعشان كده نحن في ذات إيرنا لفينا ومشينا وجينا، ذكرنا الوطن وذكرنا ناس الوطن وذكرنا الناس الجوا الوطن والبر الوطن، وشوفنا شنو الممكن يجمعنا بيهم عبر الإذاعة دي. وما لقينا أفضل من فنجان قهوة نكرمكم عليه وتكرمونا عليه، وإنتوا الكرماء ونحن نستاهل، وإنتوا برضو تستاهلوا إنه نحن نقدم لكم أجود ما عندنا. ومرة تانية اسمحوا لي أرحب بكم في فنجان القهوة بتاعنا معاكم.
طبعا يا مستمعينا ومستمعاتنا وكل المتابعين لإذاعة إرينا في إريتريا وخارج إريتريا، دي فكرتنا. وفكرتنا مش كده وبس، نحن عاوزين نطور البرنامج عشان نسمع أصواتكم الحبيبة في التلفون ونتواصل معاكم ونتونس مع بعض ونحكي ونسأل ونجاوب على أسئلة ممكن تدور في خلدكم، ونحن ممكن يكون عندنا معلومة وانتوا بيكون عندكم المعلومة، ونحن كمان بنحتاج نسألكم ونعمل حاجات مهمة وكويسة تهمنا كلنا. يعني ممكن نسأل عن ناس راحوا أو ضاعوا مننا في ليبيا أو في مصر أو في أوروبا أو في أمريكا، وتباعدت بيننا وبينهم المسافات، وعاوزين نتأكد إنه الناس ديل موجودين وممكن يسمعوا صوتنا، ونقوم نمد جسور محبة وتواصل ونشوف إيه الحاصل لأهلنا في إريتريا في المدن والغرى ومعسكرات الجيش، عشان نسمع صوت بعض وتكون المودة هي الجسر اللي نحن بنتقابل تحته كل أسبوع ونتفرج على مياه المودة الجارية واللي تصب في بحر الوطن الكبير وتغذيه بكل جميل ورائع من روائع هذا الشعب المعطاء الكريم الجميل. وحنسمع قصص، حنحكي قصص، ونقوم نتابع كتب ونتابع أنشطة ونتابع إنجازات بيحققوها الإريتريين والإريتريات في إريتريا وفي الخارج. نحن ممكن بسبب تباعد المسافات مش قادرين نتواصل وما قادرين نعرف أولادنا وبناتنا وناسنا الكبار وناسنا الحلوين عملوا ياتوا إنجاز علمي، عملوا ياتوا إنجاز رياضي، عملوا ياتوا إنجاز فني، عملوا ياتوا إنجاز سياسي. ده كله طبعا بيظل دائما نحن بنسأل منه، وطبعا دائما نحن فرصتنا دائما وعاداتنا إنه نحن لما نشرب قهوتنا سواء كانت القهوة دي بالصباح أو بالظهر أو بالعصر بتكون الفرصة أكبر إنه نحن نتكلم حول الإنجازات دي ونتكلم أيضا عن مشاكلنا وعن حاجاتنا. وعاوزين كمان مش بس نتكلم عن نفسنا ونكون يعني زي ما بقولوا الناس علينا والله الناس ديل ما عندهم شغل شاغل إلا قضاياهم، لا، خلونا نشوف العالم ذاته. العالم اللي نحن عايشين فيه ده شايفنا كيف، ونحن شايفين العالم كيف، انطباعات الناس عننا كيف. لما يسألونا عن بلدنا ونسألهم عن بلدهم بيكون أول سؤال جاي في بالنا شنو؟ بتجي في راسهم يا رب الحاجات الحلوة. بيعرفوا إنه نحن مثلا بنقعد بنشرب قهوة، بنبوس الحجة في راسه والحج في راسه ونقول له ياخد علينا عشان يومنا ده يكون طيب. بنعمل زي ما بيعملوا الناس في مودتهم لأحبتهم وتواصلهم، ولا بيفتكروا إنه نحن مختلفين وعندنا عادات مختلفة ومتباعدين؟ ده كله مهم. وبعد ده كمان في حاجات بتعبر عننا بشكل ما بتقدر تقولوا الكلمات. يعني شنو؟ يعني قصدي إنك أنت ممكن تتكلم وتحكي عن نفسك، لكن بيكون في مثل شعبي، بتكون في قصة طريفة، بتكون في لمحة من لمحات أو إلماعات الشعب ده بتعبر عنك وبتكون كافية. ومن ضمن الإلماعات دي ممكن تكون في قصة، ممكن تكون في نكتة، ممكن تكون في حاجة نحن نتقاسمها مع بعض طرفة. وفوق ده وده نحن عندنا إنجازنا المتمثل في الفن، يعني عندنا فناني وفنانات البلد، وعندنا الأغنية الشعبية القديمة، وعندنا الأغنية الحديثة، وعندنا نجوم لامعة في سماء الوطن زي النجوم الرحلوا الأمين عبد اللطيف ويماني بارية، والخالدين زي إدريس محمد علي وعثمان عبد الرحيم وبرخت منقس آب وأبرار عثمان، والكثير من المغنيات اللي نحن قاعدين نسمع أصواتهم ونقتسل من الهم بأصوات الفنانين ديل ناس بيعبروا عننا بشكل بسيط ورائع وفيه موسيقى وفيه فن عالي، بيعبروا عن ألمنا، عن حبنا، عن طموحنا. ممكن في صفحة من الصفحات تكون فقط لمحة عابرة عن طريق أغنية كافية جدا إنها بتعبر. يعني مثلا لما يجي الفنان إدريس محمد علي ويقول إريتريا يا جارة البحر، الخواطر بتودينا للبلد وبتودينا للبحر
وبتودينا مش للبحر والبلد، بتودينا لأنه البحر ده بقدر ما هو كان عزيز علينا ولا زال عزيز علينا، برضو بيجيب لنا المشاكل وبيجيب لنا. فنحن بحرنا ده كيف نحافظ عليه، كيف نستفيد منه، كيف نخليه هو جسر للمسافات اللي قدامنا، سواء كانت دول ولا شعوب ولا ثقافات. دي كلها بتجي في لمحة وفي أغنية واحدة أو في مثل أو في قصة أو في بطولة من بطولات الشعب ده اللي انتوا عارفينها. وحنعمل ضمن البرنامج ده مع جيل الشباب والأكبر مننا والأصغر مننا واللي في سننا، على أساس إنه نقدم حاجة جميلة، ونقدم حاجة مش فقط جميلة بل حاجة بناءة، يعني ممكن تشجع بناتنا وأولادنا في الإبداع الثقافي. ما ضروري الإبداع الثقافي ده يكون أغنية بس، كويس. الإبداع الثقافي ده ممكن يكون حفظ وتجويد القرآن، ممكن يكون الرسم، ممكن يكون يا جماعة سؤال، يعني ممكن يطرحوا واحد أو واحدة أو شاب أو شابة، يا جماعة أنا عاوز أعمل الحاجة الفلانية في فنجان قهوتكم ده، ممكن ساعدونا كيف؟ يعني نحن مدام ما قاعدين نتونس في همنا، أنا عاوز أكتب مثلا وعندي مشكلة في الكتابة، لكن قدر ما أجي وأحاول أكتب مثلا بتواجهني مشكلة، شنو ممكن أنا أعمله يا جماعة أنا عشان أكتب؟ نحن بدورنا ما حنقوم نصادر السؤال وننظر فيه ونعمل فيه نحن كتاب وكده، لا لا، نحاول نشوف لنا كاتب كويس نموذجي الناس بتعتبره ورمز وفعلا علامة في بلدنا، نقوم نستضيفه ونسأله ونقول له يا حبيبنا انت كاتب، او يا حبيبتنا انت كاتبة وما شاء الله اسمك لامع، ادينا فكرة انه عندنا شاب وشابات وغير شاب وشاب برضو في ناس كبار عاوزين يكتبوا، عاوزين يجيبوا القلم ويخطوا نفسهم وخواطرهم واحاسيسهم على ورق. تساعدونا كيف انه نحن نقدم للناس دي الحاجة ضمن فنجان قهوتنا اللي نحن هنقدمه، عشان كمان يا جماعة فنجان قهوتنا ده ما يكون فنجان قهوة سالب أو سلبي زي ما بقولوا. يعني شنو؟ يعني نقعد نقطع زي ما انتوا عارفين وكده، وفي الأخير بعد ذاك نقوم والواحد فينا زي ما بقولوا الجماعة قام كده ولملم نفسه وقال استغفر الله، وكأنه يتبرع من كل حاجة قاله وطلع ونسى الفات. لا، نحن عاوزين نعمل فنجان القهوة الإيجابي والممتع والمفيد اللي نحن بنقعد فيه بنتكلم في البهمنا، بنتكلم بشكل إيجابي، ما بنسيء فيه لبعض، بنقدر فيه حاجات بعض، وبنعرف كمان عن ثقافاتنا وعن أجزاء أن نحن ما بنعرفها. عندنا ناسنا هناك اللي ساكنين جنب البحر اللي بيمشوا يصطادوا السمك كويس، ديل عندهم عادات جميلة. الناس اللي بترعى البهائم في الجبال كويس، الناس اللي بتقطع الأخشاب، الناس اللي بتمشي كويس مسافات طويلة عشان تبيع ملح أو تبيع مادة أو كده، ديل كلهم عندهم أحاسيسهم، عندهم تجاربهم، عندهم حاجاتهم، ممكن يحكوا لنا قصصهم. أبنائهم ممكن يحكوا لنا ويجيبوا معانا حاجات نحن ما عارفينها، ما بتعرفنا على أهاليهم وهم بس، لا، بتعرفنا على أنفسنا، بتعرفنا على وطننا، بتعرفنا على مسافات نحن المفروض نوظف فيها الإذاعة والتلفزيون وكل حاجة. عشان شنو؟ عشان المسافة بيننا تكون قريبة. يعني مثلا أنا في مرة من المرات في شغل من المشاغل الكثيرة في ربوع الوطن سافرت بسيارة ووصلت قرية جميلة من قرى إريتريا عايشة في حضن البحر اللي هي منطقة بيلول. وبيلول باللغة العفرية هي اللؤلؤة المكنونة، يعني كأنها مدسوسة، وفعلا هي واقعة كده على مسافة من البحر وفيها أشجار نخيل الدوم وبتغطيها من بعيد ما مرئية إلا لما تقرب عليها، وفعلا تبدو كاللؤلؤة المكنونة. باللغة العفرية اسمها بيلول. بيلول دي طبعا قرية جميلة من قرى جنوب البحر الأحمر أو إقليم دنكاليا السابق، وسكان من أهلنا العفر. فلما جيت بالسيارة ومعاي ضيوف وأجانب وكده، كان نفسي وكنا معزومين في بيت من بيوت أهلا، إنه أنا أول ما أدخل يعني أقعد وأرتاح وكده،
وطوالي يعني يجيبوا لنا الأكل، والأكل يكون سمك. وطبعا الواحد فينا جاي من أسمرة ويقطع المسافة كلها الغرة وكذا، ويفكر إنه فعلا لما يصل مناطق سكان صيادين حياكل أجمل ما يصطادوا صيادين الغرية. وقمنا وقعدنا، وبعد شوية جانا الغداء ونحن نفسنا مفتوحة ناكل، وتفاجأنا بأنه الغداء كان عبارة عن باستا أو سباغيتي ومعاه سمك وكذا، أو معاه عفوا مش سمك، معاه لحم، وإن هم طبعا ذبحوا ويتكلفوا. فأكلنا وشربنا وكذا، وظلت الحتة بتاعت إنه ليه الناس ديل ما قدموا لنا السمك. ونحن طالعين الراجل اللي عزمنا قلت له يا أخي اسمع، أنت نحن جينا ومشتهين ناكل سمك، بالعكس أنت أكرمتنا باللحم. فقال لي يا أخي نحن لا 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 لا، نحن ما بنكرم ضيوفنا بالسمك، عيب، نحن ليش نكرم ضيوفنا؟ السمك ده عندنا عادي، عندنا عادي، نحن نكرمه بإنه نجيب له كبش كبير ونذبحه وهو ياكل. طيب نحن الكبش ده عندنا عادي، عاوزين نفتك منه، عشان كده جينا ناكل سمك. يقول لي لا لا لا، نحن نكرمكم بالحاجة اللي ما موجودة، والحاجة يعني اللي تعتبر ما في متناول اليد. وطبعا دي ثقافتنا وده كرمنا وده الأريحية بتاعت استقبالنا للناس، ودي مفاهيمنا. يعني واحد جاي من حتة يتوقع حاجة ويلقى حاجة تانية، لكن دي الثقافة اللي احنا بنعبر فيها. الناس ديل بيطلعوا أحسن ما عندهم وبيتعبوا على أساس إنه يقدموا أجمل ما عندهم للناس. ديل في ذنكاليا، سواء كنا أو في وسط إريتريا أو في شرقها أو غربها أو جنوبها أو وسطها، كلنا عندنا ميزة الكرم وكذا. لكن الكرم ده نفسه ما بيطلع من عاداتنا الجميلة وكذا، وبعد مرات بيكون حاجة مدهشة للناس اللي ما بعرفوه زي كذا. نحن عاوزين نعرف، عشان كذا فضلنا دائما إنه نكون نحن معاكم في فنجان قهوة يعرفنا على بلدنا وعاداتنا وناسنا الطيبين. وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية في فنجان قهوتنا مع إذاعة إيرينا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. آية فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أوضاع اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا تثير القلق. أكد مصدر لإذاعة إيرينا من العاصمة الإثيوبية بأن أوضاع اللاجئين الإريتريين تثير القلق، حيث تكدس المئات في مراكز الاستقبال في انتظار نقلهم إلى معسكرات اللاجئين، في الوقت الذي بدأت فيه مفوضية اللاجئين الإثيوبية باتباع خطوات جديدة في قبول اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا. تصريح الحكومة السودانية باحتمال تسليم البشير للجنائية الدولية يثير جدلا واسعا، بعد التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم وفد المفاوضات السوداني إلى محادثات جوبا محمد حسن التعايشي حول إمكانية مثول المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية في تلميح لإمكانية تسليم كل من الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون والي ولاية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أثار ذلك التصريح جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين له، حيث أبدت الحركات المسلحة بدارفور عن اعتبار تسليم البشير ورفاقه المطلوبين شرطا أساسيا لتحقيق السلام في البلاد. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com، وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج فنجان جبنة والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في الاستوديوهات الرئيسية لإذاعة إيرينا في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. إذاعة إيرينا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي.
إذاعة إرينا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس.